السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم ميس لميا، واهلا ومرحبا بكم في المرة التانية في السكند ترم، الترم التاني، على قناة لمياء شلتوت. واللي اول مرة يتابعني، دي قناة مخصصة لشرح مناهج اللغة الانجليزية، مناهج الابتدائي كلها. والنهاردة هنشرح اول فيديو للترم التاني، وده هيكون من منهج تانية ابتدائي، هنشرحه من كتاب المعاصر. هناخد النهاردة الوحدة، اول واحده في الترم التاني. هنبدا بالليسون 1، الدرس الاول. طبعا اول حاجه هنبدا بيها هي الكلمات، الفوكابز او الفوكابلري. كلمات سهله وجميله خالص. زي ايه؟ يلا بينا بقى نبدا. لو معاك اي كتاب غير كتاب المعاصر، ايا كان الكتاب، الاضواء، جيم، بيت باي بيت، الباهر، اي حاجه، هي نفس الكلمات، هو نفس الجرامر والقواعد. افتح معايا الدرس الاول في الترم التاني، ليسون 1. كلمة وردة أو زهرة اسمها ايه؟ اسمها، تعالى نستهجى بقى، احنا اتعودنا ما بنقراش الكلمة على طول، بنستهجاها. فلاو. طب هنا ال O وال W نطقناهم آو، يبقى ال O وال W نطقناهم آو، يبقى فلاو، flower، flower. يبقى وردة يعني ايه؟ flower. الزهرة اسمها flower، flower. شجرة يعني tree، دبل اي بنكسر فيها جامد، tree، tree. قول معايا tree. بعد كده عندي النبات اسمه ب plant، plant، plant. نبات يعني plant. بنقسم الكلمة حرف حرف لو انت بطيء شوية في القراءة او لسه بتتعلم القراءة، واحدة واحدة. ب بل بلا plant، plant. العشب او النجيلة اللي في الارض اسمها grass، اسمها grass، grass، grass. طيب grass، مهما يكون عندك يعني 50 60 اس بننطقها كأنها اس واحدة، محدش يقول grasses غلط. grass، grass. النهر اللي هو فيه مية اسمه ايه؟ river، river، river. اللي احنا طبعا عندنا اللي هو في مصر موجود اسمه the Nile، اللي هو نهر النيل، ده عبارة عن river، river. بعد كده عندي حديقة يعني park. خلينا نعرف ان حرف الآ اللي هو الاي ده بننطقه لما بيجي وراه ار، لما بيجي بعديه حرف الار بننطقه ار. بارك، حديقة، بارك. قول معايا. المقعد اللي بنقعد عليه اسمه ب. هنا الاي هننطقها ايه ب. بنش، بنش. مقعد يعني بنش. قوس قزح اللي بيظهر في السماء في الشتاء اسمه ايه؟ يلا نستهجاه. حرف الاي هنا انا مش هنطقه، ده بيساعد صاحبه الايه ان هو يقول اسمه، فهقول رينبو، رينبو. قوس قزح. السماء اسمها سكاي. كلمة جميل دي صفة يعني ايه؟ تعالوا نشوف بقى. بي يو تي فول. عادي خالص تنطقها beautiful، مش لازم نقول beautiful والكلام ده، لا عادي طالما هو انجليزي صحيح وبننطق الحروف بطريقة صحيحة قولها عادي beautiful. قلت تاني بقى معايا beautiful. قسمناها، قسم معايا الكلمة beautiful. يبقى جميل يعني ايه؟ beautiful. جميل يعني beautiful. تمام كده. يبقى احنا مش بنقرا الكلمات وخلاص وبنحفظها لاولادنا، بنعلمهم يستهجوا وبنديلهم كل حاجه، كل كلمه بنطلع منها. بعد كده هنقلب الصفحه وهناخد قطعه الليسننج او الريدنج اللي احنا بنتعلم منها القراءه وبنطلع منها كمان القواعد. يلا نبدا. البنوته دي بتقول الولد اللي جنبها بتقول له where. طبعا الدبليو بتقول للاتش اللي بتيجي بعديها اسكتي، الدبليو بتقول للاتش ايه؟ اسكتي، فمش هنطق الاتش ساوند، هقول وير. واتفقنا ان الكلمات اللي اخرها اي اللي تنطق الاي سايلنت في الاخر. يبقى where are you، where are you، where are you grandmother. where are you grandmother. انت فين يا جدتي؟ قالت I am in the park. هي في الحديقة. عايز تقول it is. تمام. it's beautiful. جميلة. يلا اقرأ معايا، حط ايدك. there is a rainbow
in the sky. There is يوجد there is و is هنا يعني مفرد. rainbow قوس قزح واحد in the sky في السماء. is there a bench في bench in the park في bench in the park في الحديقة. ردت عليها الجدة قالت لها yes there is. I am اللي هو الجدة on the bench now يعني الآن دلوقتي أنا قاعدة على البنش. I am on يعني على قاعدة فوق. is there a river في نهر في البارك في الحديقة. طبعا قالت لها no يعني لأ. no there isn't طبعا هنا القاعدة بتاعت there is و there isn't هنقولها حالا. نيجي هنا عند القاعدة نفسها الجرامر بيقول لي ان انا عندي is. احنا عارفين he is she is it is تمام كده. طيب is لما بتيجي في الاول ده بيكون سؤال لان بيكون معناها هل. بيكون معنى is هل. يبقى is لما تيجي اول الجملة ده بيكون سؤال مش جملة وبيكون معناه هل. there th منطقها the there معناها يوجد. يبقى is there هل يوجد. وخليك عارف ان is بتيجي مع المفرد لكن are بتيجي مع الجمع. يبقى is دي مفرد فلازم يجي وراها اسم مفرد. cat قطة واحدة. tree شجرة واحدة. river نهر واحد. flower وردة واحدة. فلما هاجي هسأل هنا هقول is there a river هل يوجد نهر. عشان هنا في is انا كان لازم اقول عشان هنا في is كان لازم اقول حاجة مفرد بعدها زي a river. هرد بيس يا اما بنو لان السؤال بتاع هل في العربي يا اما بقول نعم يا اما بقول لا. فهنا احنا قلنا no there isn't. ايه بقى حكاية isn't دي؟ no ده نفي والنفي لازم ياخد في الاخر n apostrophe t او not. يعني ما ينفعش اقول is. الجملة اللي فيها الإجابة بتاعت no ما ينفعش أقول فيها is. لازم أقول is not أو isn't. سؤال تاني بيقول is there a flower. is هل there يوجد a flower وردة. لما بجاوب بيس هقول yes نعم ولازم يكون عندي is مش isn't. yes there is. بعد كده هنلاقي عندنا الرايتنج كورنر وده اللي الولد بينطق فيه الكلمات وبيحفظها وبينزل بيها. فانا هعيد تاني نفس الكلمات اللي احنا قلناها سريعا كده. النهر اسمه river. المقعد اسمه bench. قول معايا جميل يعني beautiful. حديقة يعني park. نبات يعني plant. الزهرة اسمها flower. الحشائش او النجيلة اسمها grass. شجرة يعني tree. ده كان الرايتنج كورنر. بعد كده بنلاقي الاكتيفيتيز اللي هي الانشطة. اول حاجة هنا بنقول يا اما نحط على النقط there is يا اما بنحط there isn't. هقرا ولازم اشوف هنا الكلام. لو كلام فعلا موجود الكلام موجود مع الصورة فانا هقول there is. ولو مش موجود هقول there isn't. فانا هقرا واشوف الكلام موجود مع الصورة ولا لا. a bench in the garden. a bench يعني البنش الكرسي in the garden في الحديقة. ده فعلا حاجة صحيحة فهقول there is. طيب هنا river نهر in the garden في الحديقة. river النهر هنا مفيش river فهقول there isn't. هنا بيقول لي نقط a flower يعني زهرة فمش موجودة فهقول there isn't. لكن هنا rainbow موجود فهقول there is. السؤال التاني ده طبعا matching توصيل. فهنقرا الكلمه ونوصل. الموضوع سهل خالص ده له علاقه بالكلمات مفهوش اي حاجه. تعالوا نشوف بعد كده نفس الحكايه. بشوف الصوره وبعمل سيركل دايره على الكلمه بتاعتها. هنا هقرا الكلمه هقرا السؤال واشوف لو هو yes there is فعلا موجود ولا no there isn't مش موجود. فهجرب معاك اول واحده. is there a flower هل يوجد زهره.
طبعا موجودة، فهقول yes there is. هعمل هنا right. بعد كده الكلمات دي بشوف الصورة وبقول الكلمة tree، ببدأ أظبط الكلمة عشان هو عطاها لي غلط. ده كده كان lesson 1. بعد كده هناخد برضو lesson 2. lesson 2 reading and writing، في قراءة كلمات وفي كتابة. هنبدأ في lesson 2 بالفوكابلري اللي هي الكلمات، سهلة جدا وترم جميل إن شاء الله. طائر يعني bird، الاي ار هنا هنطقها في كلمة bird هنطقها bird. نحلة يعني bee، نحلة يعني bee. يرى يعني سي. الليمونة اسمها ليمون، ومحدش يقول لي ليمون عشان من هنا الاو دي كأنها مش موجودة، فهقول ليمون. قول معايا ليمون. في او داخل in على، قاعد من فوق الحاجة فوقيها on. يحب يعني love، وقلنا الكلمات اللي اخرها الاي silent لا تنطق ما عدا ايه ده، يعني في حاجات الاي في الاخر هننطقها طبعا، زي الضمير هي بنطق الاي في الاخر، والضمير she هي بنطق الاي في الاخر، والضمير we نحن بنطق الاي في الاخر، وكمان me انا او حاجتي بنطق الاي اللي في الاخر. لكن كلمة يحب يعني love، فهنا حرف الاو مش هقول love وحد يقول لي love، هنطقه كأنه كأنه الحرف ده، كأنه حرف فهقول love. سمكة يعني fish. نملة يعني ant. كلمة سهلة خالص. دي كانت الكلمات الجميلة السهلة الموجودة في lesson 2. turn the page، قلب معايا الصفحة، وتاني نرجع لنفس القاعدة اللي احنا قلنا عليها اللي هي كانت there is معناها يوجد، وهنكرر نقول ان is للمفرد، نكتبها حتى فوق كده، اكتب عندك is للمفرد بتيجي مع الحاجة المفرد، لكن are مع الجمع. فانا لو عندي مثلا قلم واحد one pen هقول is، لكن لو عندي two pens قلمين 2 بقول are. فانا عندي there is يعني يوجد، معناها يوجد. there is a bird، لان دي كده بتعرفك ان الكلمة مفرد. there is a lemon. there is a fish. البنوتة بتقول دي there is a bird، يوجد a bird طائر on فوق أو على the grass العشب. اهي الصورة اهي on the grass فوق العشب، واقف فوق النجيلة. طب لو الحاجة مش موجودة في الصورة هقول there is بقى؟ لا، هقول is وأحط لها not. ممكن أكتب not كده وممكن أكتبها not not. فهقول there isn't أو there is not. there isn't a book لا يوجد كتاب. there isn't a dog لا يوجد كلب. there isn't an egg لا يوجد بيضة. في الصورة هنا بنت بتقول there isn't لا يوجد a cat لا يوجد قطة، فعلا الصورة ما فيهاش قطة، يبقى there isn't a cat مش موجودة on the table فوق الترابيزة. اتفقنا؟ دي كانت القاعدة تاني بنكررها تاني مرة. هنا تمرين بتقرا السؤال وتشوف تكتب yes there is ولا no there isn't. هعمل معاكم أول واحدة. أول سؤال بيقولي، هنقرب كده، is there هل يوجد a boy ولد on the grass في ولد على العشب؟ لا مش موجود، غلط، يبقى أقول no there isn't واخدها أكتبها هنا no there isn't. تمام كده. الباقي بقى لوحدك، لما تشوف حاجة في الصورة تقرأ وتلاقيها صح موجودة في الصورة تقول yes there is، مش موجودة no there isn't. نقلب الصفحة. هنا عندي color هتلون. بعد كده عندي الاكتيفيتيز او الاكسرسايز التمارين، كلمات هنا كلمات وتحط ايه حسب الصورة. ده ايه bird اكتب bird على النقط، دي ايه fish اكتب fish. هنا الكلمة هظبطها واكتبها صح عشان هو ملخبط لي الحروف. هنا هقرا واشوف ده right ولا wrong، صح ولا غلط. هعمل معاك اول واحدة there is يوجد a dog كلب. يوجد dog، ايه ده مفيش dog اصلا في الصورة، فاعمل ايه؟ wrong دي cat، ده cat مش dog. هتكمل الباقي لوحدك.
ما فيهوش حاجة، سهل خالص. ماتشنج التوصيل جميل جدا. بعد كده هنا هقرا واشوف مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط. وهنا الجملة دي in the park في الحديقة there is يوجد a river نهر. اكتبها زي ما هي عشان احسن خطي. وبكده نكون خلصنا lesson 2. والحصة الجاية او الدرس الجاي ان شاء الله اللي هنشرحه هيكون lesson 3 وهيكون له علاقة بالساينس العلوم، وهنشرحه بطريقة سهلة قوي جدا جدا خالص. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.